السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة وسريعة هتعمليها في أقل من 5 دقايق. دي نص كيلو من البطاطس، مسكتها سلقتها وهرستها. هعمل فيها ايه؟ هحط لها مكعب كبير او معلقتين كبار من الزبدة. حطيت لها مكعب كبير من الزبدة وهي على النار هبتدي اسيحها واهرسها مع الزبدة لحد ما الزبدة بتاعتي كلها تسيح والبطاطس تبتدي تطرى خالص مني على النار. هبتدي اهرسها مع بعض. هحط لها ايه البهارات اللي انا هحطها لها؟ هحط لها ملح، فلفل اسمر، كاري، بصل باودر وتوم باودر. ممكن تستغني عن البصل الباودر والثوم الباودر والكاري وتحطي معاها نص باكت من توابل البطاطس الجاهزه بتاعت كنور. هتحطها لها على البطاطس، بتديها طعم في حته تانية خالص. بطاطس على النار، حطيت لها ملح وفلفل اسمر ونص باكت من توابل البطاطس بتاعت كنور، وهبتدي اقلب على النار واهرس فيها بالشوكه بتاعتي او بالهراسه لحد ما تنعم معايا تماما. هوريها لكم بعد ما تنعم شكلها هيكون عامل ازاي. خلاص بعد ما عملت البطاطس وهرستها كويس في صينيه من صواني البيتزا او اي صينيه عندك، هتروحي فارده البطاطس بتاعتك كده في الصينيه. خلاص انا فردت البطاطس بتاعتي في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. كنت بقى عامله صوص بشاميل، كان عندي صوص بشاميل، كنت عامله مكرونه بشاميل، وكان عندي بقيه حبه صوص بشاميل، وكمان كان عندي عصاج. هروح منزله البشاميل والعصاج عليها كده. بصوا هو انت ممكن تعمليها طبقتين، بس انا بحب اعملها طبقه واحده، والبشاميل والصوص بتاع اللحمه العصاج يكونوا على وشها. هبتدي افرد الصوص والعصاج. انا مقلبه الصوص والعصاج مع بعض عشان خاطر يبقوا ايه الاتنين على وش البطاطس كده. تعملي طبقه بطاطس تانية وتحطيها عليها، بس انا لا مش بحبها، انا بحب كده تبقى الصوص والبشاميل العصاج والبشاميل كده على وشها. ممكن تحط لها جبنه موزاريلا، جبنه تركي، بس انا مش هحط لها جبنيت عشان انا ولادي مش بيرضوا ياكلوا الجبنه، فمش هحط لها جبنيت. واساسا ممكن وانتي تعجني البطاطس تحطي فيها موزاريلا او تركي برضو. يا حبايبي صينيه البطاطس بتاعتي بقى بعد ما استوت في الفرن، بصوا المنظر، دايبه دوب دايبه دوب دوب يعني. بصوا المنظر والريحه تحفه تحفه تحفه. بصوا المنظر، شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا عامله جنبها صينيه مكرونه بشاميل. طبعا احنا عملنا المكرونه بشاميل مع بعض على طول وكذا مره، فانا هسيب لكم اللي ما شافش الطريقه بتاعه البشاميل بتاعتي، هسيب له الطريقه في صندوق الوصف. يا رب تكون البطاطس عجبتكم وكانت سهله ليكم. بصوا دايبه طريه حلوه جدا جدا جدا، في منتهى الجمال. الف هنا عليكم، يا رب تعجبكم. وصفه سهله وسريعه. لو عامله صينيه مكرونه بشاميل وبقى معاكي حبه بشاميل وحبه عصاج، بسرعه اسلقي بطاطستين 3 بطاطسات بطاطس صغيره، اسلقيها وهرسيها، حطي عليها مكعب زبده، معلقه سمنه، ما عندكيش زبده ما عندكيش سمنه، حطي عليها زيت زيتون، حطي عليها زيت عادي، زيت ذره، اي حاجه عندك، واعمليها للولاد هتبقى طعمها جميل. تاكليها بالعيش، هتاكليها كده جنب المكرونه، هتبقى في منتهى الجمال. هتاكليها هتعجبك جدا، سهله ومغذيه. ممكن تضيفي جبنه زي ما قلت لكم، جبنه موزاريلا، جبنه تركي، تضيفي اي اضافات انت حابه ان انت تضيفها لهم، هتبقى بالنسبه لهم ومنتهى الجمال وهتعجبهم جدا جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.